الورقة طارت ونزلت عند راجل البنت. في اللحظة اللي بعدها إيد المدير التنفيذي لزقت في راجل البنت وابتدى يترجاها تساعده، بس هي قالت له إن الإيد مش هتفك غير بعد 3 أيام. فكل ما المدير يجي ياكل، راجل البنت كانت بتتحرك معاه. ولما بص على الراجل اللي قدامه وطلع إن البنت دي واحدة وجت للعالم علشان تبيع أوراق وتكسب فلوس، رسمت شوية رموز على ورقة بعشوائية، وفجأة نورت الورقة بنور ذهبي. وقتها شافت راجل ماشي ناحيتها وشافت إنه هيتخبط بعربية. لوحت له علشان تحذره، بس هو ما صدقهاش، وفعلا عربية المدير خبطته. الراجل قال إنها نحس وحذر المدير منها. المساعد مسك عصاية بسرعة علشان يحمي المدير، بس في اللحظة اللي بعدها كانت العصاية في إيد البنت. بحركة بسيطة منها العصاية اتكسرت لتلت حتة. بعدها البنت حست إن المدير كل يوم كان بيحلم أحلام مش كويسة عن ست لابسة لبس فخم بتحاول تخلص منه. الأحلام دي كانت باستمرار. المدير لما شاف كده أخد البنت معاه البيت، بس هي طلبت $300 المرة دي. المدير استكتر الرقم وقال لها تثبت له قدرتها الأول، فلوحت له وهي بتضحك على اللي حصل. لقت المدير واقع على الأرض مغمى عليه. صحته بسرعة، ولما فاق وادرك حول لها الفلوس فوراً. لما البنت شافت إن المبلغ $3 مليون ما كانتش مصدقه، وأدت المدير ورقة للحماية، وهو لبس هدومه بسرعة وراح للصالون. وقتها البنت عملت تعويذة على ظهره وظهرت روح ست ميتة. البنت نقلته فوراً لمكان تاني، بس ألست ما استسلمتش وحاولت تهجم عليه تاني، بس نور الورقة الذهبي صدها. البنت ضحكت على الست والست هاجمتها، لكن اتفرشت على الأرض. المدير ما كانش مصدق، والست لما اتغلبت ما كانش قدامها غير إنها تستعطف وتطلب السماح.